السلام عليكم، إيه الأخبار؟ كنت عايز أحكي لكم قصة الصفر اللي أنا جبته في الكلية. كان قصة عجيبة بالنسبة لي، أول مرة تحصل لي، فهنشوف هقدر أقول لكم إيه فيها. لكن دلوقتي بس ورايا شوية شغل أحاول أخلصهم وأرجع لكم تاني. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. قصة المادة اللي جبت فيها صفر دي كانت حاجة عجيبة، كانت أول مرة تحصل لي في حياتي بصراحة. كنت لسه في سنة تانية كلية، الترم التاني أظن. المادة كانت هي إحصاء 2. أنا جبت صفر في الفاينل، فكان شيء عجيب جدا بالنسبة لي. لأن صفر ده حاجة غريبة. أنا يعتبر ما رحتش الامتحان أو ما حلتش أي حاجة في الورقة، أنا حتى ما خدتش درجتين نضفت الورقة. وقتها ما كانش عندي تفسير للصفر ده غير إن الدكتور كان بيدي الدرجة للسؤال غير على الناتج النهائي. أنا فاكر الامتحان كان 4 أسئلة، فاكر اللي أنا حليت. كتبت خطوات وحليت اللي باين ان الدكتور كان بيدي الدرجة على الناتج النهائي مش على الخطوات خالص، ما كانش بيدي اي حاجة على الخطوات. انا في المادة ديت ما اجتهدتش كفاية فيها، ما عملتش اللي عليا فيها خالص. لان كمان في الميد ترم او اعمال السنة كلها انا كنت جايب 2 بس. المشكلة ان المادة ديت انا ما كنتش فاهمها خالص، ما كنتش قادر استوعبها. حتى الحل بتاعها والمسائل بتاعتها لما كانوا بيجيبوا المعطيات من السؤال انا مش عارف كانوا بيجيبوها ازاي، انا مش فاهم الكلام ده، مجرد كلام بيطلعوا منه ارقام، فما كنتش قادر افهم الطريقه دي. زائد اسم الماده ديت زي ما قلت لكم كانت احصاء 2، فاكيد كان في احصاء واحد. احصاء واحد دي جت في سنه الكورونا، الترم بتاع الكورونا. وقتها عملنا المواد كلها ابحاث، ما كانش في امتحانات، ما كانش في اسايمنتات ولا ميد ترم ولا اي حاجه، كناش بننزل الكليه، فكان كله اونلاين. فعملنا المادة ديت أبحاث عشان نقدر نعدي السنة، فلقيناها أبحاث فأكيد ما ذاكرتهاش المذاكرة اللي هي تفهمني المادة ديت، هو بس مجرد هجمع شوية كلام في فايل PDF وبعد كده هنسلمه وهننجح. زائد اللي احنا كلنا تيمات، فلا برضو الموضوع هيبقى قليل عليك اللي انت تدي مجهود للمادة. فالنتيجة في الترم اللي بعديها أنا جبت صفر في الفاينل بتاع إحصاء 2. المادة ديت عشان أقدر أعديها أنا حاولت فيها 3 محاولات. الترم اللي بعدها ما دخلتهاش سمر، فدخلتها الترم اللي هي نازلة فيه تاني. شلتها وقتها تقريبا على 8 درجات او حاجه شبه كده، فكان في تحسن اللي انا شلتها على 8 درجات. لكن وقتها بقى قلت خلاص انا لازم ادخل سمر في الماده ديت. دخلت السمر، عديت الحمد لله في السمر. جبت 50 بالظبط، عندنا النجاح من 50. فالحمد لله عديت في السمر بعد تالت مرة اخد المادة. المشكلة ان انا شلت مادة ودخلت قسم يعتمد على المادة ديت. اغلبية المواد في القسم ده كان محتاج الاحصاء 2 انك تكون معديها، احصاء 1 واحصاء 2 تكون معديهم عشان المادة تتفتح. لاني كنت شايل المادة ديت اغلبية المواد كانت مقفولة، تقريبا اخدت هما مادتين، فالدفعة بتاعتي بقت مسابقاني وانا لسه متأخر بسبب ان انا كنت متأخر في المادة ديت. وزي ما قلت لكم انا خدتها 3 مرات عشان اقدر اعديها، فده كان شيء مضحك ان انا اخش قسم يعتمد على المادة دي اصلا. القسم كان هو AI او ذكاء اصطناعي، فالاي اي كله احصاء وكله رياضة. فكان شيء غريب جدا ان انا اخش القسم ده وانا محتاج ماده انا شايلها اصلا. لكن ده طبعا هو تنسيق، تحط رغبات وفي الاخر الGPA بيدخلك القسم المناسب. فالحمد لله طبعا على كل حال، انا هنا مش بشتكي، انا بس بشارك معاكم القصه. كله قضاء وقدر وكله خير. ان اشيل الماده ديت او اشيل غيرها ما كانش ضرر ليا خالص. هو كان اخرني في الكليه، كان ضرر في الكلية، لكن في نفس الوقت أنا ما كنتش بهمل المادة أو أي مادة غيرها لمجرد الإهمال أو لأني فاشل. بالعكس أنا كنت شغال على حاجة تانية، شغال على حاجة جانبية، فما كانش عندي وقت اللي أنا أدي للكلية خالص في المرحلة ديت. والحمد لله الواحد وصل لمكان أفضل دلوقتي، فأنا مش متضايق خالص من اللي حصل. هو يمكن الصفر كان وقتها هيضايق، اللي هو ازاي انا احل وفي الاخر اخد صفر. انا وقتها لما كنت داخل الامتحان ما كانش عندي اي توقع نهائي ان اجيب صفر. انا كنت بعمل نفس اللي بعمله في كل المواد في كل الامتحانات، بذاكر بحاول اعرف ازاي احل في الامتحان، وفي الاخر بخش الامتحان واحاول احل
وكنت بنجح. فده كان غريب عليا اللي انا اجيب صفر في ماده، لان اللي هو ازاي يعني الورقه ضاعت ولا ايه اللي حصل بالظبط. اكيد عملت تظلم، لكن مفيش اي نتيجه جت في الاخر يعني. عملت التظلم وحتى ما كلمونيش ولا قالوا اي حاجه تاني. فزي ما قلت لكم انا مش بشتكي، انا بس بحكي معاكم القصه وبشارككم القصه ديت. فالناس اللي موجوده دلوقتي في الكليه او بتاخد احسن منين، ما تقلقوش، الموضوع بسيط خالص، بس انتوا اعملوا اللي عليكم. انا ما عملتش اللي عليا 100% في الماده ديت، لدرجه ان انا اخدتها 3 مرات لحد ما قدرت استوعبها، وان انا اقدر اعدي الماده ديت الحمد لله بسلام. ده كان ليه عواقب، ان انا اتاخرت في القسم بتاعي، اتاخرت عن الدفعه بتاعتي. بس زي ما قلت لكم انا ما كنتش سايبها كده وخلاص، انا كنت شغال على حاجه تانية جانبيه. فاهم حاجه ان انت تكون بتعمل بروجرس او بتعمل تقدم في حياتك، ما تكونش واقف في نفس الحته. انت مش شغال مثلا حلو في الكليه، لازم يكون ليك حاجه تانية، لازم تشوف حاجه تانية انت شغال عليها تعمل فيها بروجرس. لان لو انت بس الكليه حياتك وانت ما بتعملش فيها حلو، ففي حاجه غلط. لازم تقف وتفكر انا ليه ما بعملش اللي عليا في الكليه. اعمل اللي عليك في الكليه وفي دراستك، ما دام هي دي حياتك بس، فاعمل اللي عليك فيها، هي دي الحاجه اللي انت تعرف تعملها بس، فاعمل اللي عليك فيها وربنا هيكرمك ان شاء الله.